السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما حكم استعمال الماء الذي خالطه طاهر؟ بمعنى زوجتي كانت بتعجن، فالإناء اللي كانت بتعجن فيه سواء كان حلة أو جردل أو غيره، كبت مية، ملت الإناء البلاستيكة اللي كانت بتعجن فيها، ملتها ميه. وبعد كده لما دخلت اتوضى عشان اصلي الظهر، فانا اتوضيت من هذا الماء علما بان اوصاف الماء اتغيرت، اوصاف الماء اللي في الاناء دهوت اتغيرت. فهل يجوز الوضوء بماء خالطه طاهر ام لا يجوز؟ هو ده موضوع الفيديو، فخليكوا معنا. اهلا بكم مرة تانية. ده بيسموه في الفقه الماء الذي خالطه طاهر. فالماء الذي خالطه طاهر يجوز استعماله، يجوز التطهر به حتى لو تغيرت اوصافه الثلاثة، لونه وطعمه ورائحته. لكن العلماء شرطوا شرط ان التغير ما يكونش تغير فاحش، بمعنى انه يخرجه عن وصفه. يعني اول ما تشوفه تروح قايل ايه ده عجين مثلا او ده زعفران. لو قلت ميه مختلط عليها زعفران او ميه مطرح عجين فلا بأس ان انت تتوضأ به وتتطهر به. العلماء قالوا شرط ان الشيء الطاهر اللي خالط الماء لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه. لو الشيء الطاهر اللي خالط هذا الماء اخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه، العلماء بيقولوا في الحالة ديت لا يجوز التطهر به. الدليل في حديث أم هانئ رضي الله عنها، بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو والسيدة ميمونة رضي الله عنها من إناء واحد فيه أثر للعجين، فيه أثر للعجين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي، والخطمية ده نوع من النبات بيبقى محوش ميه جواه كده، لو غسل رأسه بالخطمي أجزأه. والخطمي دهوت نبات كانوا بيستعملوه في بعض العلاجات عند العرب، بياخدوا الميه اللي جواه ديت، ودي ميه خلطة شيء معين من النبات. فبيقول ان لو واحد بيغتسل من الجنابة وغسل رأسه بهذا الخطمي هذا يجزئ ولا بأس. وعلى العموم اي ماء خالطه طاهر بحيث ان هو لا يخرجه عن اسم او اطلاق اسم الماء عليه يجوز ان انت تتوضأ منه وتتطهر منه، ولا شيء في ذلك. ما تنسوش ان انتوا تدعموا الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب عشان تعم الفائدة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.